السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ماده الفيزياء، نذاكرها ازاي بالتفصيل، ازاي نعرف نحل عليها صح، ازاي ان شاء الله نقفلها في امتحان اخر السنه، ازاي نقدر اننا زي ما بندي ماده الفيزياء ديت نقدر ان احنا برضو نجيب درجات عاليه فيها. والناس بتشتكي ان ماده الفيزياء بتغلط فيها، ودرجات الفيزياء مش احسن حاجه، والقوانين بتتلخبط في بعضها وما بنعرفش نحلها، والدروس كده تحس ان هي يعني كل واحد في حته كده، والناس كتير متعقده من الفيزياء. فانا جايه النهارده ان شاء الله اقول كل التريكات بتاعت ماده الفيزياء، وازاي تذاكروها صح، وازاي باذن الله تطلعوا من الماده ديت وتطلعوا من مذاكرتها وانتوا باذن الله محققين اعلى تارجت، وان شاء الله تقفلوها في امتحان اخر السنه. اول حاجه كده، ماده الفيزياء ديت لازم تكون عارف ان هي ماده مش مستحيله زي ما كلكم مفكرين. هي ماده عاديه جدا، بالعكس ده ماده يعتبر من اسهل المواد عندكم. بس هي محتاجه ايه؟ هي محتاجه تدريب باستمرار، ومحتاجه فهم اثناء الحل، وفهم وانت بتذاكرها اصلا. يعني الفيزياء ماده تطبيق، محتاجه تاخد القانون تعرف هو بيطبق على ايه وتحل صح. الفيزياء عندك القانون هتعرف تحل المسألة، عندك القانون وفاهم تفاصيله وفاهم بيستخدم ازاي، خلاص انت حل السؤال. يعني الفيزياء محتاجة تطبيق كتير قوي، محتاجة حل كتير، محتاجة فهم وانا بحل. ده اللي هيسهل عليا الموضوع. طب ازاي بقى احقق المعادلة دي عشان اعرف احل الفيزياء واقفلها ان شاء الله؟ اول حاجة تسمع الشرح المدرس انت بتحبه، تسمع الشرح المدرس انت بتفهم منه ومتعود على شرحه ومتعود على اسلوبه ومتعود على طريقته. ويفضل انه الفيزياء ما تتسمعش اونلاين. يعني دلوقتي لو انت شخص متعقد من الفيزياء خالص وما بتحبش الفيزياء، انزل احضر درس اوفلاين. ليه؟ لانه انا محتاجه دلوقتي مدرس يتابعني ومدرس يتابع مستوايا، محتاجه حد يشد عليا وانا بذاكر، لانه انت ما بتحبش الفيزياء وبالتالي انت بتركنها اخر المواد خالص عندك. بعد ما تخلص كل المواد بتاعتك تبص في الاخر على الفيزياء. لو عندي وقت هذاكرها، لو مودي حلو هذاكرها، لو مش عارف ايه هذاكرها. مش كده خالص. انت محتاج حد يشد عليك في الفيزياء، ومحتاج حد اللي هو يتابعك دايما، حد يكون رقيب عليك في ماده الفيزياء لو انت ما بتحبهاش. ولكن لو بالنسبه لك انت بتحبها عادي، بس الفكره انها اسئلتها بس اللي بتعصبك واسئلتها اللي بتلخبطك، فتمام مفيش مشكله خالص. الحل في الموضوع ده انت تسمع مدرس بتحبه، اسمع اونلاين. تمام مستر محمد عبد المعبود، مستر محمود مجدي، اي حد انتوا بتحبوه اسمعوه في الفيزياء. اي حد بتفهموا من شرحه وبيسهل عليكم المعلومه اسمعوه في الفيزياء. تمام. بعد ما سمعت المدرس اللي انت بتفهم منه، تاني خطوه على طول بعد سماع الشرح، وهي ان انت تشرح لنفسك الدرس تاني. الفيزياء محتاجه يكون في اكتيفيتي كده وانت بتذاكر، يكون عقلك مركز ومصحصح كده ومفوق وانت بتحل الفيزياء. لو انت مش مركز وانت في الشرح مش هتعرف تحلها. فانت خلاص سمعت الشرح وفهمته، تاني خطوه ان انت بعد كده انت تذاكر لنفسك الدرس ده وتفهم نفسك الدرس ده واحده واحده. يعني الفيزياء اصلا انت لما تاخد الدرس كله ما تذاكروش في نفس اليوم. احنا هنقسم الدرس على مراحل زي ما اقول لكم. خطوه ان انت تفهم نفسك الدرس، تشرح نفسك الدرس ديت، او تشرح، تتخيل ان في حد قاعد معاك وتقعد تشرح لنفسك وتشرح للناس الوهميه اللي معاك ديت، تشرح وتفهم لنفسك المعلومه وكده. دي خطوه مهمه جدا. الخطوه الثالثه وهي خطوه الحل. خطوه الحل دي لازم تيجي بعد الخطوه اللي انت بتفهم نفسك. والحل هنا هنقسمه كده على خطوات، مش هنحل كل التدريبات في نفس اليوم، لا. انا هقولك ازاي تحل، بس زي ما قلت الشرح سمعناه، شرحت لنفسي، هحل بعد كده. الحل هنا ينقسم لجزئين: جزء انا بحل مع نفسي مجهودي وبذاتي من غير اي مساعده، والجزء التاني وهو انت تسمع مستر بيشرح الحل، بيشرح ازاي بيحل اصلا. ده بيساعد عليك كتير، لانه يعني متعقد من الحل، لانه الحل اوقات بتكون مسائل صعبه، او ممكن مثلا في فكره اول مره تقابلك، تريكات كتير مثلا بتتوه منك. فانت لما تسمع مدرس بيحل وتفهم هو بيحل ازاي، وتسمع الشرح بتاعه وهو بيحل، انت هتسهل على نفسك كتير، تسهل على نفسك وانت بتحل بعد كده، ويكون بالنسبه لك الحل سهل جدا. فانت ممكن مثلا في اول التدريبات، اول مثلا صفحه في التدريبات، تجيب مستر بيحل وتشوفه بيحل ازاي، وبعد ما يخلص حل تقفل الفيديو وتحل انت مع نفسك الصفحه ديت. بعدين تحل الصفحه التانية تشوف انت فهمت بقى وبيحل ازاي، وفهمت الافكار بتيجي ازاي، وازاي بطلع الفكره نفسها عشان اجيب القانون واحل ولا لا. تشوف انت هتعمل ايه. جرب كده تاني صفحه، جربها انت مع نفسك من غير ما تسمع اي حاجه. يعني ابدا انت بالحل كده من غير ما تكون سمعت اي حاجه، شوف هتمشي ازاي وهيكون الحل عامل ازاي، وشوف هتعرف تحل لوحدك ولا لا. ولما تيجي تحل ما تحلش كل التدريبات مره واحده، انت تقسم التدريبات على عدد الايام اللي عندك. بمعنى انه مثلا التدريبات اللي عندك حوالي 10 صفحات مثلا، وانت بتاخد فيزياء مثلا يومين في الاسبوع، بتاخد مرتين في الاسبوع، وبالتالي عندك اللي بتاخد فيه الدرس وعندك يومين فاصل. فالثلاث ايام دول تقسم ال10 صفحات دول على 3 ايام، بكل مثلا يوم هتاخد 3 صفحات حل. اول يوم تحل 3 صفحات، اول صفحه تسمع مستر بيحل ازاي، وبعدين تحل صفحتين زي ما احنا قلنا، وبعدين اليومين اللي بعد كده ان شاء الله اول ما تصحى من النوم تاخد صفحه للحل، وبالليل برضو تاخد كمان صفحه حل،
والتاني يوم برضو تعمل كده، تاخد صفحة حل الصبح وصفحة بالليل. ليه بقول كده؟ علشان ما نزهقش من كتر الحل، وعلشان تقسم الافكار كده وتكون بتذاكرها باتقان. ما خدهاش كده كلها ورا بعضها وكروتها، لا انت تاخد كل فترة تاخد كده فكرتين 3، تسهل على نفسك الدنيا خالص، وتكون بدأت الفيزياء سهل. حاجة برضو مهمة نعملها واحنا بنذاكر فيزياء، يكون بعد كل فصل بناخده بنكتب كل القوانين اللي فيه، بعد كل درس بناخده نكتب كل القوانين اللي فيه، اهم الافكار اللي بتتكرر مثلا. ده يعتبر اصلا الكي وورد في الحل الفيزياء كلها. انت معاك القانون وحافظه وعارف هو بيستخدم ازاي، عارف لما يشيل الفكرة دي ويطلبها عارف اجيبها ازاي، عارف ان مثلا ممكن يحول الفكرة دي فيجيبها بطريقة تانية ويجيبها بطريقة معينة مش عارفة ايه. المهم تكون فاهم كل الافكار ممكن تيجي ازاي، وده عن طريق ان انا اكتب القوانين واحفظها كويس، وان انا احل وافهم الحل بيتحل ازاي اصلا، اسمع مثلا مستر بيحل اي حاجه، وان انا اذاكر اول باول واقسم الحل بتاعي. دي اكتر حاجه تفكوا في الفيزياء بجد. حاجه بس عايزه اقولها لكم، مش معنى ان انت شايف نفسك انه مش عارف تحل او مش عارف توصل لمستوى معين انت عايز توصل له في الحته ديت، او حاسس ان انت بعيد قوي وحاسس ان انت متاخر عن اللي حواليك، ما تحسبهاش كده وما تفكرش كده وما تبصش للموضوع من المنظور ده. طالما انا بعمل اللي عليا وطالما انا بسعى كل يوم، في ايام اخفقنا فيها وفي ايام وقعنا فيها وفي ايام ما ذاكرناش فيها، بس مش معنى كده انه خلاص كده بقى راحت علينا والموضوع انتهى وكده، لا مش كده خالص. انت كل يوم بتعيش فيه، كل يوم لسه فيك نفس، كل لحظة بتعدي عليك واحنا لسه موجودين على الدنيا ديت بتأكد لنا اننا نقدر. طول ما احنا عندنا امل، طول ما احنا نقدر نعمل اي حاجة. وبجد الامل وان انا اكون دايما عندي بوزيتيف انرجي وبوزيتيف فيو ناحية اي حاجة ديت، ده موضوع مهم، انه دايما عندي مفهوم ايجابي ونظرة ايجابية عن اي حاجة قدامي بتقابلني. مش دايما كده بكتئب وبقعد بقى اجيب لنفسي افكار سلبية والكلام ده كله، لا الحاجات دي مش هتفيدك اصلا ولا هتنفعك باي حاجة. بس الفكرة ان انت تعمل اللي عليك على قد ما تقدر وما تيأس، ما تخليش اليأس يدخل لقلبك، ما تخليش اليأس خلاص يموت لك حلمك اللي انت عايش تحلم بيه. حاول على قد ما تقدروا، وطول ما انت بتحاول طول ما انت تقدر، وربنا يكرمك يا رب. انا بحبكم، مع السلامة.